هو الزمالك امتى هيكسب بمجهوده؟ عاوزين نعرف بس، فهموني. الماتش الاولاني قدام سيراميكا كليوباترا بمساعده التحكيم اللي ما طردش دونجا في الدقيقه 67، والتعادل كان 0-0 والزمالك كان يلعب ناقص. ماتش المقاولين خرجوا منه متعادلين بالعافيه 0-0 والمقاولين كان هيلبهم. الماتش الثالث النهارده قدام مودرن سبورت فوز بمساعده ابو جبل، ابو جبل تفويته. الله، هتكسبوا امتى بمجهودكم يا جماعه؟ امتى الزمالك هيكسب بمجهوده؟ وبمناسبه الواد البرازيلي الفينا، فعاوز بس اقول للزملكاويه اهدوا على اعصابكم. الواد مبلغه كبير وشرطه الجزائي على قد ايدينا، والاهلي هيعرف يخلص فيه وممكن يجي لنا ببلاش. زي زيزو. يا ابني انتوا ما فيش لعيب عندكم كويس، كواليتي كويس وبياخد فلوس كويسه هيكمل معاك سنه سنتين، كبيره موسم. ليه؟ انت زي ما انت عارف بتوعد وحديك وحديك وحديك، وبعد موسم بالظبط بتقف ومش عارف تدفع له ومش عارف تجدد معاه، فيعمل ايه؟ يجري يدور على افضل نادي في افريقيا اللي هو مين؟ اللي هو الاهلي، ويقول لهم يا جماعه انا فري زي ما زيزو عمل. جاي بالراحه بس، واحده واحده عليه، واحده واحده. جاي الزمالك فاز على مودرن سبورت 2-1، بقى 7 نقاط من 3 مباريات. والزملكاويه محسسينك ان هم واخدين التسع نقاط من 3 مباريات، ومحسسينك ان الدوري هيخلص على كده. حبيبي اهدى، الدوري اسمه دوري النفس الطويل. يعني اللي هيضحك في الاخر واللي هيفوز ويكمل للاخر هو اللي هياخد الدوري. والدوري المصري معروف، الكل بيعيش الوهم. ومين اللي بياخده؟ الاهلي.